في صباح الفطائر الجميلة والحلوة والمعجنات التحفة اللي شايفينها قدامنا. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه مع بعض مع أحلى فطائر ومعجنات بتشكيل مختلف والطريقة واحدة. يلا مع بعض ونشوف هنعملهم ازاي. زي ما احنا شايفين معانا الحلو ومعانا ايه الحادق. معايا فطائر ومعانا فطائر برضو بس هنخترع فيها ونخليها بيتزا. يلا مع بعض ونشوف هنعملها ازاي وازاي الطريقة والعجينة التحفة دي. معايا هنا كوباية لبن، ونجيب كده معلقة من السكر تكون كبيرة، ونجيب الخميرة. هجيب كده كوباية ونص لبن، يعني خليها كوباية ونص لبن عشان هعمل كمية حلوة. ومعايا هنا باكو خميرة. الخميرة دي الكيس اللي هي ب3 جنيه دي حلوة جدا، بستعملها في كل المعجنات بتطلع معايا نتيجة حلوة وطبعا عن ثقة. زي ما انتم شايفين هنحط ده كله على بعضه. طبعا اللبن يكون دافي احسن، وهنسيبهم 5 دقايق لحد ما تعمل فقاعات كده. وبعدين هنجيب كده بيضة كده كيس خميرة، قصدي كيس فانيليا عشان الزفورة. زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة تفضلي تقلبي فيهم كده لحد ايه ما البيضة دي تضيعيها خالص في قلب السوائل دي، يعني مبقاش لها ايه ظهور. تمام. ونجيب بقى الدقيق ونقلب كده لحد ما العجينة معايا تتماسك وخالص اسيب اللي هو العجان ده خالص السيليكون. تمام. احط كمان دقيق، وهستعمل بقى ايه ايدي عشان اشوف ملمس العجينة كويس جدا. ولازم ملمس العجينة لا هو ناشف، او يعني لازم العجينة كده تكون ايه ماسكة معاكي وفي نفس الوقت ايه تديكي تلزيقة بسيطة. تمام. هتفضلي كده هي لسه طبعا، فانا فضلت عجنت فيها شوية لحد ما ايه ثابت من ايدي. ومعايا هنا برضو معلقتين من الزبدة، وبرضو هوزعهم كده واخفيهم في قلب العجينة واخليهم ايه مش باينين، يعني هعجن فيهم حبة كمان. كل ما تعجني العجينة حلو هتديكي ايه نتيجة افضل. يعني كتر العجن يعني بيخلي العجينة معاكي زي اللبانة. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا طبعا عايزاها تلزق حاجة بسيطة عشان تبقى تطلع معايا كده عجينة ايه طرية وهشة. تمام. وفضلت بقى وزعت خلاص اللي هي معلقتين الزبدة او سمنة، وطبعا لو معلقتين برضو زيت عادي برضو. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بس السمنة او الزيت بيديها طراوة اكتر من قصدي السمنة او الزبدة بيديها طراوة احسن وافضل من الزيت. تمام. معايا هنا بقى صينية ودهنتها كده دهنتها كده معلقة من السمنة، وبعدين هكورها كده. الكور بصوا يعني قد حجم البيضة، ولو اصغر من حجم البيضة كمان. هيديكي برضو نتيجة حلوة، وهتبقى الواحدة كده بوحدتها ولسه كمان هيختمر كمان، فهيدي معاكي نتيجة افضل. حجم البيضة يعني دول برضو كنت عاملاهم كبير شوية كمان نقصت منهم. هي طبعا زي ما انتم شايفين ان هي برضو بتلزق، وطبعا هتسيبوها تختمر اقل حاجة ساعة الا ربع او نص ساعة بالكتير عشان يديكي النتيجة حلوة، والعجين كمان يبقى مختمر في وقته معين. عملت معاكم الكمية دي، هنسيبها بقى لحد ما يختمروا كمان تاني. عما يختمروا كده معايا بقى الحشوة اللي احنا هنحشيها او اللي انا هنعمله. مش هنحشي يعني اللي هحطه من فوق، هنعمله بقى ايه على المعجنات من فوق اللي هي ايه جبنة. معايا جبنة موزاريلا وجبنة قصدي جبنة شيدر وجبنة رومي. دول اللي معايا اللي كانوا متوفرين عندي. تمام. تقدري بقى تحطي من فوق اي حاجه تعملها زي البيتزا. حطي موزاريلا، حطي زيتون، حطي طماطم، حطي فلفل. كل ده برضو بيدي طعم حلو للمعجنات كده. تمام. شايفين اصلا لما اختمرت كمان فاخدت حجم اكتر، فلقيت الدنيا ضيقه فقمت نقله منهم كام واحده حطيتهم في صينيه كمان كده. زي ما انتم شايفين طبعا العجينه لما ارتاحت
فبتتفرد معاه بأقل سهولة. شايفين انا بعملهم ازاي؟ بالطريقة دي بدوران عشان تطلع معاكي متساوية، تطلع معاكي كده مدورة. تمام. نجيب بقى الشوكة ونخرمهم كده عشان ايه ما تتنفخوش، مش عايزاهم يتنفخوا، انا عايزاهم كأنها بيتزا. تمام. معايا برضو هنا معلقة من الصلصة هنحطهم كده عليها زي ما انتوا شايفين، حاجة بسيطة اللي هو زي ميني بيتزا بالظبط. يعني تقدري تعملي بالعجينة دي ميني بيتزا. وطبعا عجينة البيتزا ما تحطلهاش بيض، فانا حبيت برضو احط لها بيض، فعم اخترع يعني شوية. وما قالتش لا، وكانت طعمها تحفة وطرية وجميلة. جربوها وقولوا لي رأيكم. وطبعا هستنى التعليقات بتاعتكم، واهم حاجة اللايك عشان يكبر الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده معايا هنا بقى ايه، معلقة لبن، ودي معلقة سكر مع قرفة. وهعمل بقى دول، شايفين اصلا اتنفخوا ازاي؟ دي يعتبر عيش النحل، زي عيش النحل كده، بس انا ايه هعملها مش بجبنة، هعملها بشوكولاتة بعدين يعني كده. تمام. هندخلهم بقى الفرن على درجة حرارة عالية. طبعا نكون مسخنة الفرن من قبليها، اول ما بتبتدي في التقطيع وكده تسخني الفرن على طول. تمام. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طلع طعمها حلو وشكلها احلى، حلوة جدا وطرية كده. تمام. يا رب طبعا الفيديو يعجبكم، واستنى طبعا اللايك الجميل بتاعكم. معايا هنا بقى ايه، دي اللي هي ايه العيش النحل اللي انا قلت لكم، اي حاجه كده يكون لها بوز، وهنخرم كده من النص ونحط ايه الشوكولاته، بحيث تطلع الشوكولاته هي كده يبقى شكلها حلو من بره، عامله زي المولتو البازز، يعني هي بازز خالص. فاهمين؟ هي كانت بتبقى كده، فاهمين؟ انا كنت على طول بحشيها، فانا غيرت بقى الايه الدنيا شويه وعملتها كده.